اهلا بكم مجددا. نتابع هذه الحلقه من برنامج اخر كلام من دمشق من العاصمه السوريه، طبعا مع الفنان الكبير دوليد لحام ومع السيده الناشطه السوريه الفنانه التشكيليه مجد نيازي. اهلا بكما مجددا. نتابع هذا الحديث. استاذ دوليد، كنا سالنا قبل الفاصل حول مواضيع إلى علاقه بالسوريين اليوم ومسارات الاصلاح. مسؤولي موضوع الجيش تحديدا، ركزت او اشرت الى موضوع الجيش. استاذ دوليد، خليني ابلش معك بهذا الاطار قبل ما نجي. بس متحمسه هي تفضلي. متحمسه. انا بحب الجيش. تفضلي. تفضلي. عن جد بحبهم كثير، لان تفضلي. انه الجيش انا يعني انا حسب كمان عم بحكي حسب ما نقلت لي احدى الصديقات كانت بدرعا، قال عم بيجيبوا لهم يوزعوا لهم خبز وعم يدوروا بالحارات. قالت لي انه بيفتحوا، بيقولوا لهم افتحوا محلاتكم لبين ما ينزلوا يتسوقوا شو بدهم ويرجعوا. هلا لا شك طبعا، يعني انا حسب ما نقلت لي، بس انا اكيده مليون بالميه انه الجيش تبعنا، الجيش العربي السوري، احن من اهل درعا من امهم، واحن علي من امي، واحن علي. يعني جيشنا جيش جدا جدا يعني محبوب ومخلص، وجيش لكل السوريين، وما في بيت بسوريا ما عنده ولد بالجيش، يعني انا وحده بيناتهم، كل حدا فيه. فجيش سوري الأمان لإلنا. يعني هلأ في ناس تتحسس من رجل الأمن، أخي يعني انه هذا رجل يمثل إنه السلطه، أمن سلطة هيدا. طيب أوكي، ما بدنا رجل أمن، أما الجيش مننا وفينا، أولادنا أولاد الكل، العيال كلياتها. فأنا كثير بحيي الجيش وكثير بشد على ايدهم، وأنا متأكدة إنه الجيش ما بيغلط بحق شعبه. وحدة حال الجيش اليوم، وحدة وطنية خلف الجيش طبعا، ولا بس عم نشوفها؟ يعني عم نسمع الناس، عم نسمع بالتصريحات الإعلامية بالجولة إنه كله خلف الجيش لأنهم يريدون الأمان أولا، ولأنه يريدون مصلحة وطن سوريا ثانيا. حطوا مثل ما حكى الأستاذ دوليد إنه الانشقاق إنه بالجيش شغلة مسخرة يعني. شهود عيان، شاهد عيان، أحلى تمثيلية بالعالم. يعني هي تألقت فيها الجزيرة للماكسيمم وصلت، وقت قال شاهد عيان أرى من على بعد 400 متر اللواء فلان والعميد فلان وأرى الخرائط على اللي وفاتحين خريطة، يا إلهي انشقوا، عرفت قدامه إنه عم يتخانقوا. بعدين اللواء عم يحكي مع العميد، والعميد حاطط نظارات على الجزيرة. يعني مثلا إنه حتى هو مو قصده انشقوا وشاف شقوا الخريطة، قال له اختلفوا. قالت له المذيعة طب يعني أنت كيف شايفهم؟ قال له معي نادور. قالت له طيب كيف سمعت؟ يعني صارت شغله. بس شوف قد ايه سوريا مهمه. انت ملاحظ مليارات عم تنحط، لكن مليارات محطات عالميه عم تفقد مصداقيتها، في سبيل محطات الى اسم صفيت بالارض بس مشان تهز سوريا. رؤساء دول، ملايين، مليارات، رجال دين، كله فقد مصداقيته. معناته ومفكرين عرب كله إلى المفكرين العرب. لا هو مفكر. أنا والله بدي أدخل على جامعة وصير مفكر. أنا بيتخرج هذا. أنا هقول لك كيف بتكون مفكر عربي. لا، محلل سياسي، بعرف محلل كذا مثلا بلا مؤاخذة. بس محلل سياسي وين بيتعلموا التحليل السياسي؟ بيطلع بيحلل أستاذ دوليد اعمل هيك واعمل هيك وحط لها ايديه بتصير مفكر سياسي. لا لازم كذب قبل. لا يعني لا انه كل واحد يعني مفكر. مثلا عزمي بشارة، خلينا نسمي الاشياء ببساطه. اوكي عزمي بشارة، لك سيبينا منه الله يخليك يعني. لا على سيره المفكرين، لا ما رح سيب. انا شوف لك انا لي علاقه كثير وبقدس الشباب السوري، الشباب اللي وقف قدام الهجمه الهائله، وقفوا من خلال الانترنت ومن خلال لحمتهم الوطنيه. انا ما بسمح له لعزمي بشارة، أنا أخي أنا اعتبرني شو ما كان، أنا مواطنة سورية، أنا ما بسمح له يقول تعليقات السوريين المقززة والمقرفة. هيك عم يحكي عن الشباب السوريين. هو قال هيك؟ أي نعم، على الجزيرة. والله هدول الشباب، هدول أعظم شباب بالعالم. هدول الشباب اللي وقفوا وقفة واحدة، هدول الشباب اللي تصدوا لأكبر هجمة عرفتها دول. بس هو كان بيعتبر حاله عم بيدافع عن شريحة سورية، كان عم يحكي من هذا المنطلق، ما عم يحكي عن إسقاط أفكار كما قال. هو عم يدافع عن الجزيرة والمعاش اللي عم ياخذوا منها فقط لا غير، وانفضح. ما يحكي عن الشباب السوري، معلش اسمح لي أبدا. بس هو الشباب السوري متلاحم،
فهيم، ذكي، مثقف، حضاري، بيقدر يوقف بأكبر بكتير من هيك هجمات. سيدة مجد، قد يسأل البعض اليوم، أنتم بالنسبة لكم عزمي بشارة هو موظف عند الجزيرة، ولما كان بالسابق بسوريا استقبلتوه، رحبتوا فيه واعتبرتوه، أنتم سميتوه مفكر عربي ومناضل عربي. مين اليوم سماه مفكر عربي؟ أنا بزمانه إجا لهون ما قلت لك أصدقاء افتكرناهم أصدقاء وإذا به إن في لبوس شيطان، يعني هيك كنا مفكرين. مشان هيك قلت لك الشعب السوري طيب مين ابتسم له بيفتكروا صديق. طيب بس ما له سهل ابدا. بعدين عودة على مسألة بيكشر عن انياب الشعب السوري. عودة لمسألة الجيش. هلا في ناس اللي عم يهاجمين علينا انه الجيش يروح يحارب باسرائيل. لا، الجيش مهمته سلامة الوطن في الداخل وعلى الحدود، مهمته السلم الاهلي، مهمته ينتشر بكل شوارع سوريا ليحافظ على السلم الاهلي بسوريا. هي مهمة الجيش. واصلا الناس طلعت على التلفزيونات عم تطالب انه يا اخي الجيش بقى يتحرك، ينزل يحمينا من القناصين، يحمينا من يعني عرفت نزل. يعني مشان هيك الجيش ما نزل في الايام الاولى، لكن لما نزل ابتدى يقدر يحسم هذه المساله. وبرجع بناشد المغرر بهم، خلينا نقول مغرر بكم وما نقول عنكم مجرمين، وتوبوا إلى الله ولا تصدقوا اللي عم يوهبكم شقة بالجنة من الله. لا تصدقوا، بيخلصوا المصاري اللي يعطوكم إياهم بعدين حترجعوا لنفس الحاجة. لكن كمان بنفس الوقت بطالب الدولة نعم إنه ما يكون في حدا له حاجة، حدا يتسلل من خلال كيف الحاجة تبعه. وأي متى؟ هل أنتم مقتنعين؟ روحي. هناك البعض بيقول ما في ثقة يمكن عندي اليوم بعد أنطر. عال معلش، في بعضهم قال انه والله نحن من 40 سنه عم نطالب ونقيم ونعد كذا، هلا المطالب وضعت على النار. مش اللي يستنى 40 سنه بيستنى 4 اشهر. لا نحن 10 سنين وبعد 4 اشهر يعني مشان نحمل. اذا ما المطالب لبيت نحن هتلاقينا اول ناس تطلع بالطريق ونطالب بهذا الموضوع. اذا انتم اليوم هذه المسائل الاصلاحيه انتم ايدينا، انتم معها، انتم واقفين وراها طبعاً. او ماشيين وناطرينا. إذا هذه المسائل ما سلكت وما أدت إلى نتيجة رح تكونوا أول معترضين. بالتأكيد سلمية. نرجع نقول هذول اللي كانوا يطلعوا ينادوا سلمية، ما قالوا سلمية ورفعوا لفتات سلمية، وكسروا وحرقوا ودمروا إلى آخره. في شيء موثق صار. هو غريب إنه في ناس عم تصدق. حنطلع نطلع من بعض الناس كانوا وعدتونا بقانون أحزاب وينه؟ وعدتونا بكذا وينه؟ بدك تدخل بحزب، نطلع قبل الكل. قبل الكل بنطلع. أيوة فورا. أنا حتى مو 4 أشهر شهر يا سيدي. أنا بعد شهر عندي استعداد طبعا بطلع وبكل صراحة وبطلع بطالب بمطالبي المحقة، بس بطريقة حضارية. ومو هلا لتخلص هالشيء اللي دخلوه المؤامرة اللي سميتوها مؤامرة. بتصدوا المؤامرة، تتفرغوا لبعضكم بالداخل. أهل سوريا أدرى بأمورها. بنقدر أنت مدري عم تحاورنا، مدري عم تستفزنا. لا أنا ما عم استفزك، أنا عم بحكي. لا ما في. أنتوا عم بتقولوا مؤامرة، ما اقتنعت. لما بتطلع هي يمكن أنا مقتنع، بس في ناس اليوم بعدهم ما مقتنعين، يمكن بسوريا وبخارج سوريا ما مقتنعين. لما بتطلع ميشيل فلورنوي المساعدة تبع وزير الدفاع الأمريكي وبتقول سوريا ممكن ترجع تنعم بالاستقرار إذا عملت، معناتها هي الحركة. إذا ما عملتوه حتضلوا هيك. شو معناتها؟ من مين معناتها؟ معناتها من أمريكا، ولقيت عملاء لها ساكنين عندها، وهدول اللي ساكنين عندها اشتروا كم واحد هون، ما أكثر من هيك أبدا يعني. لكن برجع بقول لك يعني أمريكا خلي يتذكروا كلهم مسألة كتير مهمة. أمريكا ما عندها أصدقاء دائمين، صحيح، ولا أعداء دائمين، صحيح. صديقتها الوحيدة مصلحتها. نعم. وين مصلحتها؟ هدول أصدقائها. مشان هيك أي صديق بيخلص دوره تشلحه مثل الجرابة أبدا. ريغان بزمانه، رونالد ريغان، خلي يتذكروا منيح، قال عن بن لادن إنه مقاتل من أجل الحرية. كان عم بقاتل السوفيات أثناء مع الأمريكان. هي هلا رجع يقاتل أمريكا لاحتلال أفغانستان، صار ما بقى يسوى بن لادن واغتالوه قتلوه. إذا انتبهوا، لكن أمريكا تستعملكم لمصلحتها حين تتحولون إلى مسألة أخرى أو إلى موضوع آخر. أنتم الوقود. بالتأكيد. موضوع المظاهرات اللي طلعت فجأة بعد كم يوم
وهذا اللي بيورجيك انه في شيء من برا وفي شيء مغرر فيهم، مو شبابنا، مو شبابنا اللي بيفكروا هيك. بدأت تصير هتافات طائفيه. تصور. وهذا الشيء يعني نحن عندنا بسوريا ما في اثنين بيختلفوا على دعمهم للمقاومه وحبهم يعني ما بدي احكي بس انت بتعرف شو صار. نعم. انه هتافات طائفيه بشكل تصور يعني ما لها علاقه. العصر تسمع يعني هتاف طالع طائفي انت بسوريا. مظاهره ضد الاصلاح، فجاه تسمع عم تقول ناس عم تقول لا ايران ولا حزب الله، نحن شعب يوحد الله بدنا شو جاب هي لهي؟ فجاه حسيت يعني هون حتى شعارات كانت معلبه هون بتعتبروها. حسيت انه صحيح. قلبت القصه. صحيح. خلص صار في منحنى لمسنا بين. قلق، لمسنا فوراً. قلق، لمسنا قلق عند الشعب السوري. اليوم يمكن الوضع اختلف، ما بعرف هذه المشاهد اللي عم نشوفها هلا من ساحه الامويين، اذا بياخذنا اياها المخرج، هي كاميرا عم تتحرك عم نشوفها. هذا الوضع اليوم في سوريا هو وضع طبيعي، حركه السير حركه طبيعيه. هلا رح نشوف الكاميرا عم تتنقل، هيدي دمشق عم نشوفها من مبنى التلفزيون ساحه الامويين. هيدي مشهد معبر اليوم عن الوضع اللي هو فيه. ليش القلق؟ شيء طبيعي القلق، شيء طبيعي. يعني امس كنت عم بقول انا شغله، انه الفتنه كثير شيء سهل، ما في اسهل من الفتنه. نعم. هلا خلي حدا يقوس طلق واحد ناري بساحه الامويين لتفضل ساحه. الفتنه سهله. القلق من هون جاي، انه هدول اللي بدهم يثيروا الفتنه. نعم. يعني ممكن يصنعوها باي لحظه بيريدوا، لكن برجع بقول لك تغير الوضع. سوريا وعشق سوريين لسوريا ومعتبروا طائفتهم سوريا قبل أديانهم، وهي كلها سببها أنه بزمانه كانت في طائفة والمذهب على الهوية السورية وألغيت من الأربعينات خوفا من هذا الأمر الآن. نعم. المهم سوريا بلد من حسها، أنا ما كنت متصور بتحسها. يعني ما يقول لك سوريا بيحسها الواحد، بتمشي بتحسها، الحجر له شعور. جميل هذا أنا ما جميل هذا التعبير. جميل هذا التعبير. بقول لك شغلة، أنا ما كنت متصور والله أهالي الشهداء يا حبيبات، أهالي الشهداء مستعدين يقدموا أبنائهم عندي وعم بيقولوا فدا الوطن، عم فدا سوريا، فدا هذا شو؟ هذا مش مزاج ولا كذب، هذا عشق لبلد فيها مرقد أجداده، وبالتالي في